بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى نعمل الريفيجن الجميلة بتاعتنا. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هتيجي هنا مثلا على ريكتانجل، تشد من هنا كده لهنا. ماشي جميل. ممكن مثلا اللهم صل على سيدنا محمد اللاين، وليكن مثلا عايز اشرحها هنا في اللاين. ماشي، وليكن مثلا هضغط هنا على البوينت دي. لو دي تطلع لفوق كده ممكن، وليكن مثلا عايز اخليها تطلع عمودية، اعملها ازاي؟ او تطلع مع المحور الازرق ده. ماشي جميل. ممكن طبعا في اتجاهات، الاتجاه اللي هو اللون الاخضر بيعمل عمودي مع الاتجاه اللي هو الاخضر ده. ماشي، واللي هو اليمين بيعمل اتجاه مع اللون الاحمر، واللي هو الاعلى بيعمل اتجاه مع اللي هو الاعلى كده او لتحت. ماشي جميل. وليكن مثلا عايز يطلع عمودي. ماشي، ممكن مثلا اطلعه عمودي. ماشي كده كويس، ايا يكن المسافه اللي هتطلع بيها مش هتفرق معايا في حاجه. وهنا برضو عايز اخليه يدخل عمودي من هنا لهنا. اعملها ازاي؟ زي ما انا قلت، انت بتلعب في الاتجاهات دي. عايزه مثلا باللون الاحمر تضغط يمين، يبقى احمر يمين زي ما انت شايف كده. طبعا ممكن تنزل تضغط تحت كده علشان ايه؟ تعمل معك من فوق، اضغط تحت. ماشي، عاوز اخليه يبقى عمودي مع الاخضر، اضغط شمال واضغط لي هنا تحت هنا. جميل. ماشي، طبعا لو شديته هنا كده فانت اللهم صل على محمد بتضغط يمين، اللي هي الاتجاه اللي هو اليمين، وتعالى اضغط لي هنا. ماشي جميل. وهنا برضو اضغط لي في الاخير هنا، وتروح مقفلها برضك من هنا، واعمل اسكيب، ومن هنا كده لهنا، ومن هنا لهنا، ومن هنا لهنا. يبقى انا كده عملت ريكتانجل او كيوب، ايا يكن المكعب اللي قدامك ده. ماشي، هتيجي هنا بامر اللي هو القلم دي اللاين برضو، تروح شادولي من هنا كده لهنا. يبقى انا كده ده بقى مكعب وده بقى مكعب. لو جيت هنا على امر بوش ضغطت عليه وضغطت لي هنا، هتلاقي ده كده بقى مكعب، ودي يعني هو مكعب بس مقسوم نصين بمعنى اصح. ماشي، تعالى نرجع تاني. وليكن مثلا على اللي هي الباي دي، بقول لك هنا السايدز بتاعها عايزه كام وجه. وليكن مثلا نخليها 9 واضغط انتر، بقى 9 سايدات. وليكن مثلا نضغط، بقول لك هنا قد من هنا كده سيلكت سنتر بوينت، اخلي السنتر بوينت بتاعها هنا. بيقول لك تاني حاجه سيلكت فيرست ارك بوينت، وليكن تبقى هنا. ماشي، بقول لك هنا الانجل بتاعتك عايزها على كام؟ وليكن مثلا عايزها 45 على الانجل دي كده. بقول لك هنا الانجل عايزها على كام؟ خليها على 45 واعمل انتر. هنا اللي هي الانجل دي. ماشي 45 انتر، عملهولي. طيب جميل. طيب ممكن انا اغير الانجل، ممكن اخليها مثلا 35 انتر، انجل اتغيرت، اخليها مثلا 110 انتر، خليتها 11 انتر زي ما حضرتك شايف كده. ماشي، تعالى اللي انا بس كنت عاوز اشرحه. طبعا ممكن تضغط على سبيس، عفوا، تعالى هنا على لاين. لو ضغطت هنا اللهم صل على سيدنا محمد، هدل على ده كله كده. ماشي، لو ضغطت على كنترول وسكرول تتحول معك الهاند دي اللي هي البان. ماشي، وبالنسبه مثلا تعالى هنا على اللاين نراجع عليه، بس دي تكون حاجه مهمه بالنسبه لي، ان هتضغط في اي مكان هنا وارسم. ماشي، هتضغط يمين هيحول لك الخط للون الاحمر عشان تمشي مع اللي هو المحور الاحمر. ماشي جميل، اضغط لي عليه. وليكن مثلا عايز امشي مع المحور الاخضر، اضغط اللي هو شمال وامشي، هيمشي لك موازي. بس انت لو بصيت هنا هتقول لا ده مش موازي. كل اللي عليك ان انت هتروح ضاغط على من الفاره واعمل روتيت كده واوربت، هتبدا تشوف ان هو فعلا ده روتيت مع، يعني ده عفوا ده موازي له، بس عينك هي المخدوعه في ال 3 دي. ماشي جميل، بالسكرول بتاع الماوس. طيب عايز امشي مع الاحمر، زي ما انا قلت لك بقى بتعمل على اليمين، انت بتجرب في الاتجاهات. ضغط لي هنا كده وبعد كده تروح تقفله. ماشي جميل. طيب لو ضغطت على سبيس هيجي لي سيلكت، ولو ضغطت على حرف البي التجيله هيجي لي اللي هي البوش، والام الموف. الحاجات دي كلها ان شاء الله هتيجي معاك بالتوازي. ماشي، اللهم صل على سيدنا محمد. ده بس اللي كانت تهمني، اللي هي الاتجاهات ديت وشرحتها والباقي. عايزك بقى تاخد بالك بقى انك ايه الحاجات ديت ايه تعملها كده مره واثنين وثلاثه عشان تثبت معاك، وان شاء الله احنا الحاجات دي هنستخدمها يعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.